اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عمر الفراخ النهارده 57 يوم، خلاص اوشكنا على البيع. الحمد لله، فاتي كتير من بقى للقليل الحمد لله. دلوقتي الفراخ دي زي ما حضراتكم شايفين كده، العلف قلبين اللي علفتها هم جعانين. انا هنزل لهم وصفه دلوقتي، وصفه خطيره، وصفه الطاقه فعلا. هي الطاقه انا بستخدمها بقالي يومين وما شاء الله جايبه معايا اوزان كويسه زي ما حضراتكم شايفين. العرف الاحمر والوش الاحمر وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. طيب النهارده انا هقول لكم على معلومه، اقول لكم ان الفراخ دي لو انت ما تربيها لبيتك، يعني انت هتذبحيها ليكي انت، مش ضروري تستمر لغايه دلوقتي على العلف. اعمل ايه؟ ممكن لو هنزل لهم مثلا 10 كيلو علف، يعني لو عندي مثلا 20 30 فرخه بالبيتي او 10 فراخ حتى، انا مثلا هجيب 10 كيلو علف، اروح حاطه عليهم كمان 5 كيلو عيش مدشوش، او انت دقاه انت تحمصيه كويس كده، تحمصيه وتمسكيه تدقيه كده بشاكوش ولا بحاجه تقيله ولا بحته خشبه تقيله كده في قلب شكاره، او توديه المكنه اللي هي بتقشر الرز، فهي بتدشه بعيش مدشوش. فلو جبتي 10 كيلو علف عليك ممكن تحط عليهم 5 كيلو عيش مدشوش، وممكن تحط عليهم كمان 5 ل 7 كيلو دي شيشه او ذره متكسر، بس يكون ناعم شويه زي الحلف كده، وتقلبوهم في بعض، تخلطوهم في بعض كويس جدا. وممكن تزودي عليهم كمان قمح اللي هي الغله، حبوب الغله الكامله برضو تحط عليهم، برضو ممكن تحطي 3 4 كيلو على غله، برضو فوائدها كتيره جدا، وبتزودي معاكي كميه العلف وبيبقى ارخص واقل من العلف الكامل. يعني بتعملي لهم خلطه كده، خلطه محترمه بتزود معاك الوزن كتير جدا، بس هي مش هتنفعني انا عشان انا هبيع، فانا عايزه اوزان اعلى. هي بتنشف معاك الفرخ وتخلي لحمته جميله ومسكره وزي الفل، بس ما بتجيبش اوزان كتير زي اللي انا عايزاها دلوقتي حاليا. ماشي، لو انت هتربيهم بيتك ممكن تعملي الحركه دي، تنزليها من عمر الشهر عادي جدا، مفيش فيها اي مشكله. شوفوا حضراتكم الفراخ عامله ازاي في الشمس، ده شمس داخله من الشباك بتاعي اهي، فاتحه له نص الشباك من فوق فمدخل شمس. شوفوا الفراخ نايمه ومدده رجليها ومرفرفه ازاي في الشمس. الشباك ده مفتوح، دي التهويه بتاعتي مفتوح طول النهار لغايه الساعه 12 بالليل، بقفله وبسيب ربع بس مفتوح، الربع من القبلي وربع من البحري، مع شرات الباب بسيبها مفتوحه علشان التهويه. اهم حاجه التهويه والفرش، اهم حاجه في دوره الفراخ التهويه والفرش. طيب زي ما اكترش عليكم هقول لكم ايه الوصفه اللي انا جايباها النهارده، وصفه الطاقه، وصفه جباره هقول لكم عليها دلوقتي حالا. النهارده الفراخ بتاعتي دي النهارده معايا اوزان 2 كيلو ونص و2 كيلو 700، ومعايا اقل وزن 2 كيلو و700، ده اقل وزن. انا عايزه الفراخ ديت على كمان 5 ايام او 4 ايام بالكتير، لان انا هبيع ان شاء الله. عايزاها توصل 3 كيلو، وبالفعل الخلطه اللي انا جايباها النهارده والوصفه دي بتوصل فراخك لغايه 3 كيلو، توصل فراخك البيضه لغايه 35 يوم 3 كيلو، وهتوصل دوله لغايه عمر 60 يوم برضو 3 كيلو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اللهم بارك عليها. حالا الخلطه دي هي الزبادي، علبه زبادي عاديه، اي زبادي او لبن تكون انت مروباه، حط فيه معلقه خل وتروبيه عادي مفيش فيها اي مشكله. اهي علبه زبادي ومعاها كيس خميره، علبه الزبادي ومعاها كيس خميره. انا هحط الخميره دي على العلف. هي الخميره دي تستعملها صح، تحطهاش في الميه. ليه؟ عشان انت لو حطيت الخميره دي في الميه بتختمر في الميه، وطبعا بتفور وبتزيد في الميه، فبتعمل بكتيريا ضاره. البكتيريا الضاره دي بتضر الفراخ، يبقى انت جايه تزودي وزنهم وتصلحيهم فبتقضي عليهم. فبتعملي ايه؟ انك تحطيها على العلف، حطها على العلف، لان هي الخميره هي الخميره والزبادي بيتفاعلوا مع بعض، فهو بكتيريا نافعه وكمال جدا ووصفه طاقه فعلا للفراخ. انك بتحطهم على بعض بيتفاعلوا مع بعض، بس بيتفاعلوا ببطء، يعني هما بيتفاعلوا ببطء قليل، فبيخلوا الاوزان تعلى معاك ويفتح شهيتهم وبيبقوا كويسين جدا. لكن هتحطها في الميه هتزيد. لو حطيت الخميره دي في الميه هتخمر في الميه طبعا بتفاعل، ودي بتعمل لهم بتبوظ معدتهم. لكن هي انت هتحطها على العلف طبعا هتنضف امعاء الفراخ، لو في حاجه راكنه في الفراخ بتنزلها، اي حاجه الفراخ واكلينها مع الارض، لو واكلين سبله واكلين دي اي حاجه، واكلين اي حاجه مش مظبوطه من على الارض، هي بتفورها وبتنزلها وبتنضف الامعاء بتاعتهم تماما وبتخليهم زي الفل. طيب انا هحط الخميره ده على العلف ازاي؟ طب هي هتثبت؟ مش هتثبت على العلف طبعا. انا هعمل ايه؟ هقول لكم حالا دلوقتي. شوفوا انا عملت ايه. انا فتحت علبه الزبادي ديت واحط عليها كيس الخميره ده، كيس خميره ده حوالي معايا، ده حوالي 4 كيلو علف،
4 كيلو علف، وده علبة زبادي او 5 كيلو زي ما موجود برد زبادي. وهقلب طبعا الزبادي دي في العلف كويس، هقلبها كويس وهرجع لكم عشان انا ماسكه بايد واحده. انا قلبت الزبادي بتاعتي على العلف، قلبتها هي على العلف. اوريكم المنظر بقى، شوفوا الفراخ قلبتها على العلف كويس جدا. وبعد كده انا هعمل ايه؟ هحطها على 5 كيلو علف، هحطها على 5 كيلو علف. ادالهم كده، قدموا كده ياكلوها. هحطها على 5 كيلو علف وهقلبها كويس جدا. يعني انا هحط ازاي؟ مثلا هي المعلقه من دي على كيلو علف. يعني انت لو بتعملي 3 كيلو ممكن تظبطيها كده، يعني المعلقه من دي على كيلو علف. فهتيجي تعايريها هتلاقي العلبه دي كلها 5 معالق، لان انا عملت الوصفه دي قبل كده وعارفه المقدار بتاعها. هي العلبه كلها هتقلبيها في ال 5 كيلو، لان المعلقه الواحده بالخميره بالزبادي بتتحط على كيلو علف. فانا هقلبها وهرجع لكم تاني. طبعا انا قلبت اهو، قلبت كل خليط الزبادي بالخميره، قلبته كله، غلفت كل العلف بيه اهو. فلفل معايا اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، قلبته كله في بعضه. بعد كده انا هحطهم للفراخ. طيب قلت معاكم ان الخميره والزبادي بكتيريا نافعه، وبقول عنين الزبادي ده كالسيوم طبيعي. بقى قلت لك ممكن تحطي لبن، ممكن تحطي لبن رايب عندك، او عايزه تروبيه حطي له معلقه خل واركنيه دفيه هيروب معاك على طول غير الزبادي. طبعا هم واقفين تحت رجليا هم لانه عايزين ياكلوا. انا هحطهم بسم الله ما شاء الله. انا حطيت لهم طبعا كميه العلف كلها اللي كانت معايا 5 كيلو ووزعتها في العلفات زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هم في اقبال على الاكل لان انا حاطه لهم بقالي يومين وهم عارفينها ما شاء الله. انا معايا اوزان كويسه جدا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. زي ما قلت لحضراتكم الوصفه دي وصفه الطاقه، ولو عايزه تزودي في الوقت الحالي قبل من عمر الشهر العيش والدشيشه، بتنزلي عيش والدشيشه مش هيعمل فيهم اي حاجه ما دام العلف ناشف مفيش فيه اي ميه جاف، ما يعملش فيهم اي حاجه. يا ريت يا جماعه تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.